طبقنا النهاردة على طريقة المطاعم التركية في تقديم اللحمة. هنعمل طاجن لحمة أو فخارة لحمة بالبطاطس على الطريقة التركي، ومعاها الرز التركي زي ما بتقدم في المطاعم، برضو رز بسمتي بلسان العصفور. هنشوف مع بعض ازاي نعمل فخارة اللحمة دي بطريقة سهلة خالص بالمكونات المتوفرة عندنا في البيت، وبتوابل بسيطة هنوصل لتسوية تحفة وطعم روعة. هنشوف الطريقة مع بعض. الخضار اللي انا هعمله في الفخارة هو عبارة عن بطاطس مقطعاها مكعبات بسمك يعني تخين شوية عشان تستحمل تسوية اللحمة، وكمان طماطم مقسماها اربع يعني مكعبات كده، او طماطمية 4/4، والبصل كمان مكعبات، وفلفل بلدي مش رومي، وفصين صغيرين من الثوم. انا عاملة النهاردة لحمة موزة مخلية من العظم، تقدروا تستخدموها او تستخدموا اي لحمة طواجن، او قولوا للجزار كده عايزين لحمة طبيخ او طواجن. البهارات ملح وفلفل اسمر وكمون ورشة صغيرة قوي من القرفة والحبهان البودر ومكعب مرقة لحم. الطاجن بتاعي او الفخار هغسله كويس قوي وانشفه وادهنه بطبقة من الزيت واحطه في الفرن يسخن مع الفرن. احنا هنسخن الفرن الاول، فهسيبه لحد ما يسخن قوي معاه. بعدين اضيف له معلقتين من الزيت. انا بسيبه يسخن عشان يبقى يعني يتشمع، فتبقى ريحة اللحمة او ريحة الطبيخ فيه حلوة جدا، وفي نفس الوقت واخد حرارة فيسهل التسوية على طول. الطبقة اللي تحت هرص فيها اللحمة بالكامل، بعدين اديلها التوم فوق، وهرص شرايح الفلفل او مكعبات الفلفل والبطاطس، وبعدين الطماطم اخر حاجة فوق على الوش. مش عايزاها تتهري تحت وتعمل صلصة كتير، انا عايزاها تفضل مكعبات كده. وعلى الوش فوق خالص هنحط كل البهارات بتاعتنا، ويعني افرموا المكعب مرقة اللحمة او اللي هتحطوه او مرقة دجاج، ومعلقتين من الزيت عشان يفضل الخضار بيلمع كده ووشه حلو. هغطيها بورقة الخبز او اللي هو ورق الزبدة، وبعدين اغطيها بطبقتين من ورق الفويل. عايزاها تحتفظ بالحرارة بأقصى درجة طول ما هي بتستوي عشان اللحمة تدوب كده وتستوي كويس قوي من تحت. الفرن متسخن عندي على درجة حرارة من 180 او 200، يعني حسب الفرن بتاعكم بيوصل لحد كام. وهدخلها لمدة ساعة ونص. في الوقت ده هنعمل الرز. انا عاملة كمية كبيرة من الرز، فحاطة كوباية من لسان العصفور وحوالي 4 كوبايات من الرز البسمتي. الرز البسمتي يعني عايزاكم كل ما تختاروا نوع جيد كل ما النتيجة تبقى احسن، مش هيترمي وتستخدموه بطريقة كويسة، فما تستخسروش فيه، يعني اشتروا احسن حاجة موجودة في السوق عشان النتيجة تبقى احسن. هحطله بس الملح والمية بتاعته، بيستوي بالطريقة العادية جدا كأننا بنعمل رز مصري بشعرية عادية. هنستبدل الرز المصري بالرز البسمتي والشعرية بلسان العصفور، وهنحط كمية مية مناسبة مش زيادة قوي. في ناس بتقول الرز البسمتي بياخد مية اكتر، لا، نفس التسوية العادية يعني بياخد مقدار عادي جدا، يعني زي ما انتوا شايفين تقريبا المية بتبقى ارتفاعها 2 سنتي بس عن مستوى الرز. هسيبه على نار عالية لحد ما يشرب المية بتاعته كلها بالشكل ده، واغطي عليه واسيبه لمدة 40 دقيقة كاملين على اهدى نار. يعني لو في شياطة عندكم حطوا شياطة وسيبوه على اهدى نار. بعد 40 دقيقة طلعوا زي ما انتوا شايفين رز نسري تحفة مفلفل، مش محتاج اي حاجة اكتر من كده. الطاجن بتاعنا تقريبا خلاص استوى، قعد ساعة ونص كاملين في الفرن زي ما قلتلكوا على درجة حرارة 200. انا حاطاه في الرف اللي تحت خالص، يعني في ارضية الفرن، فكان مباشر تحت، يعني الحرارة عليه تحت على طول مباشر. زي ما انتوا شايفين اللحمة طلعت دايبة. شيكت على البطاطس كمان لقيتها مستوية تماما دايبة، يعني مش محتاجة اي حاجة خالص. ناقصه بقى ان هو يتحط تحت الشواية لمدة 10 دقايق، مش اكتر من 10 دقايق، عشان ياخد وش كده، يعني ايه، يعني لون او يتحمر شوية يبقى كده. فحطيته فوق ورفعت معاه كام حتة لحمة كده على الوش ياخدوا لون. طلع بالشكل الوهمي ده، ولا اسهل ولا ابسط من كده، يعني حاجة في منتهى السرعة. احذفوا كل المكونات، رصوها كده فوق بعض بالتدريج، دخلوه الفرن، اعملوا بقى
جنبه زي ما انتوا تحبوا، عايزين تاكلوه مع عيش، مع مكرونة، مع رز. بس انا عملت معاه الرز ده لان هي الطريقة دي او طريقة الطبخ والتقديم دي، المكعبات والحاجات دي دايما هتلاقوها في المطاعم التركية. اللحمة كانت دايبة جدا، طعمها تحفة. اتمنى تجربوا الطريقة دي في فخارة اللحم في مرة، يعني يكون عندكم لحمة كده بتاعة طواجن وتجربوها، حلوة قوي قوي. الصوص كمان اللي بيطلع معاها طعمه حلو جدا، طعمه مش صلصة ومش نفس الصوص بتاع الكباب الحلة، لا صوص مختلف كده، طعمه يعني مميز وحلو. يعني المرق طعمه حلو سميك كده وحلو. البصل كان متكرمل وطعمه حلو قوي قوي، كأنه مشوي زي البصل بيجي مع المشاوي او المشوي على الفحم. فطعمها حلو قوي، جربوها ان شاء الله تعجبكم. كده كانت الطبخة بتاعتي جاهزة، كان باقي بس التقديم. يعني الرز استوى واللحمة استوت، فقدمتهم مع بعض في طبق واحد. هو دايما في المطعم التركي بيجي سرفيس كبير، بيحطوا الرز على جنب وجنبه مثلا الطاجن بتاع اللحمة، يعني تقدموه يعني في نفس الطبق، بيقدموا معظم الحاجات في طبق واحد. بطاطس مثلا في الطبق، في جنبها الطاجن ده. فانا حبيت اعملها بنفس الطريقة. غرفت الرز بالشكل دوت في النص. هتسيبوا بس الرز متغطي لحد ما تغرفوا بيه اللحمة عشان ما يتبهدلش منكم. وفي الاخر بترفعوه، لو انتوا عايزين تحطوا شوية من الصوص معاه في الطبق براحتكم. انا كده كده ده بس للتقديم، لكن انا غرفت تاني الصوص يعني كان جنبه، يعني في طبق تاني، وغرفت بقية الاكل مع بعضه في يعني البطاطس باللحمة مع الصوص بتاعها مع المرق بتاعها. طبق حلو جدا، ما اخدش وقت خالص لان حطيت الحاجة في الفرن وولعت على الرز. تقدروا بقى تقدموا معاه سلطات، مقبلات، مخللات، اي حاجة في السريع كده، حاجة في منتهى الشياكة والطعامة. اتمنى ان الوصفة دي تكون عجبتكم وتجربوها بجد، واذا عجبتكم ما تنسوش ان انتوا تشاركوها مع اصحابكم، وتعملوا لايك وشير للقناة، وتشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الوصفات الجديدة. وبألف هنا مقدما للي هيجرب الوصفة.